بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي، صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة عليه أفضل الصلاة والسلام. واستغفروا ربنا كتير كتير خالص، بجد الاستغفار والصلاة على النبي بيفتح الأبواب الأرزاق وربنا بيبعد عنك أي حاجة وحشة وبتقربي كده أكتر وأكتر منه. وربنا يعني ما بيسيبش أي حد يقرب منه، بل بالعكس ربنا بيجازينا دايما دايما في كلا الأحوال. وإذا طلبتي من ربنا شيء ربنا بيعوضك بيه. تعالوا مع بعض النهاردة هنبدأ فيديو، بس قبل ما أبدأ فيديو أحب أطمن عليكم، يا رب تكونوا بخير، يا رب تكون الأيام اللي جاية سعيدة عليكم، واللي نفسه في أي حاجة ربنا يحققها له بإذن الله. زي ما شايفين حضراتكم أخدتكم في روتين سريع فوق السطوح. أكلت البط والفراخ، وبعد كده زي ما شايفين حتة بسيطة كده من ابني حب يساعدني، أخدت نص اليوم بشيل تراب ودخله الأوضة اللي جوه عشان خاطر الأوضة مليانة مية، عشان خاطر البط زي ما عارفين حضراتكم بيعمل مية كتير والجو ساقع وكده، فصعب عليه خالص. الأوضة بيناموا فيها البط والفراخ وفيها مية كتير. فبعد كده نزلت دبحنا منهم، وهنعمل النهاردة حشوة بط، يا رب تعجبكم وتنال رضاكم. أتمنى تضغطوا لايك وتسيبولي تعليق حلو كده زيكم، وتشاركوا الفيديو يعني فضلا وليس أمرا منكم. تعالوا النهارده هقول لكم هنحشيه فريك بطريقه جميله جدا. زي ما شايفين حطيت 3 معالق سمنه، تمام. وبعد كده حطيت بصله متوسطه، وحطيت الفريك بحمره مع البصل ومع السمنه البلدي، تمام. وبعد كده زي ما شايفين حضراتكم حطيت مكعب المرقه واستوى. تعالوا زي ما شايفين حضراتكم البطايه ما شاء الله نظيفه خالص وحلوه خالص، وبغسلها بعد ما بسويها. زي ما شايفين دلوقتي هحشيها. بصوا بغسلها، وبعد ما بغسلها كويس خالص بنقعها في ملح وليمون، وبعد كده بصفيها كويس خالص واجيب ملح واجيب دقيق واغسلها كويس خالص وادعكها جامد جامد عشان يروح الزفره مني. بعد كده هحشيها، تمام. انا بصراحه البط ما بحبش احشيه، انا يعني بحب اقطعه عادي، بس جوزي طلبوا مني كده ان هو حشو، لان انا مش مقتنعه بيه ان هو يتحشي ان هو كبير، تمام. فاخدت من حشوه الفريك دي، بس قللت شويه لان لسه انا هسويها. بصوا يا بنات انا هسويها في ميه، لاني لو دخلتها فرن البوتاجاز هكون صريحه معاكم مش هتاخد اقل من 3 4 ساعات عشان خاطر تستوي وتتهري، تمام. انا بقى اختصرت الوقت ده كله، هديتها نص ساعه، تمام، في الحله، وهستفاد من الشوربه بتاعتها، تمام. هنعمل شويه قلقاس حلوين كده بالكزبره الخضراء وبالسلق، وهنعمل شويه ملوخيه خضراء، تمام. وهاخد من الشوربه بتاعتها وازود شويه اللي حضراتكم شايفينه زي ما الفريك انا نزلته ناقص سوا شويه، لان لسه هسويها في ميه، فهنستفاد من الشوربه بتاعتها. وشوربه البط جميله جدا، وهقول لكم تعالوا ازاي تعملوا شوربه بط جميله جدا وريحتها حلوه. اول حاجه زي ما شايفين جبت الحله وحطيت البط الاول عشان اتحكم في الميه، وحطيت ورق لورا، وحطيت ليمون مجفف، وحطيت قرفه، وحطيت روزماري، وحطيت توم باودر وبصل باودر، وحطيت بابريكا. وهحط يا بنات من الخلطه دي اللي شايفينها قدامكم، عباره عن طماطم وعباره عن بصل وعباره عن مكعب مرقه وكل البهارات تخيلوا. وبعد كده جبت قشر برتقانه، قشر البرتقان جميل جدا جدا فوق ما تتصوروا. انا بجيب البرتقان في فصل الشتاء واقشره، مرميش القشر، اغسله، بعد كده انشفه، وبعد كده احطه كده في علبه، واحطه لما اكون عامله فراخ او عامله بط او كده بيدي ريحه جميله جدا. تعالوا هقول لكم الخلطه الجميله زي ما شايفين حضراتكم اللي بعد ما تطلع من حله السلق هنعملها بيها: طماطم، بصل، مكعب مرقه، برتقانه، تمام. هنضربهم حلو خالص، وهنحط شويه مكونات. هحط معلقه سكر، معلقه السكر دي هتعادل الحموضه اللي هي موجوده في الطماطم. اي طماطم مهما تكون حمرا بيبقى فيها نسبه حموضه، فاحنا عايزين نظبط الموضوع ده. وحطيت يا بنات توم باودر، وهحط بصل باودر، وهحط بابريكا، وهحط خل. كل الحاجات دي هتديها طعمها ما اقدرش اوصف لكم. والصوص بتاعها يعني نفسه اللي هيتبقى فيها تاكليه كده لوحده، بصراحة مزاج عالي من الآخر، تمام. زي ما شايفين لسه ما حطيتهاش في العلب. انا اشتريت الكياس توم البودر والبصل البودر والبابريكا وكل حاجه ب5 جنيه. كنا زمان بنشتري ب2 جنيه وب3 جنيه كان الكيس ما شاء الله، لكن دلوقتي كل حاجه كده بالمعلقه زي ما بيقولوا بحطها. فقلت انا احط انا يعني، وبعد كده احطهم في علب واظبط الدنيا باذن الله. حطيت الخل زي ما شايفين، بكتر الخل انا خالص في يعني في الفراخ بصراحه بيدي طعم جميل جدا، خاصه الفراخ كمان المشويه. اي حاجه مشويه بتحطيها بتبقى جميله. دي الخلطه بقى اللي
هادهن بيها، بس هاشيل منها حبة لإن هي ما شاء الله كترت. عادي ما فيش مشكلة تحطيها في التلاجة لو هتعملي فيهم فراخ مشوية أو هتتبلي فراخ. زي ما شايفين حطيت علبة زبادي، أنا عايزاها تطلع طرية، لإني ليه؟ لمّا أنا هاحطها في الفرن وهاشويها هتنشف معايا، لكن علبة الزبادي دي هتطريها خالص وتخلي طعمها حلو. وحطيت معلقة كاري صغيرة، الكاري جميل جدًا على فكرة للطيور، بيدّي ريحة جميلة جدًا. أنا ما أعرفش الخلطة بتاعته، يعني كل عطار والخلطة بتاعته يعني بيعملها. وحطيت معلقة صلصة تمام، عشان خاطر تحمّرها لي. وهابدأ أدهن فيها. بُصّوا زي ما شايفين هي بعد الحاجة ما تستوي بتنكمش. شِلت الأجنحة بتاعتها أو كسرت الأجنحة بتاعتها ليه؟ عشان خاطر الجوانب تتحمّر معايا كويس. ما هتاخدش في الفرن ربع ساعة. أنا كده استفدت وضبطت الدنيا. ده ابني حبيبي بيساعدني، بُصّوا مصمم يساعدني في كل رغم إن هو والله يعني عارفة مساعدته دي يعني حلوة وباحبها جدًا، بس بتعطّلِك لإن أنتِ بتكوني عايزة تنجزي في كده. تمام، هاحطها يعني من تحت ومن فوق تمام. وبقية الصوص ما تقلقيش خالص تمام. حطيه، الصوص هيتغيّر كده وطعمه عشان فيه طماطم وحاجات زي كده، أول ما تدخّليه الفرن هيبدأ يستوي. والله ولوحده طعمه جميل جدًا، هتاكليه كده بالعيش حاجة روعة فوق ما تتصوروا، هيدّيكِ لون حلو تمام. بُصّوا ما شاء الله، والصوص من جوّه حاجة تحفة. أتمنى تجرّبوا الطريقة دي، بجد طعمها جميل وحلو خالص. والملوخية بتاعتنا والقلقاس الجميل تاني اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. آمم الخلطة اللي أنا حطيتها للبطة اللي هو الفريك. يا ريت لو عجبتكم الفيديو تدعموني باللايك الجميل بتاعكم اللي بيفرحني ويفرح قلبي تمام. ربنا يخليكم يا رب ويحسن ما بين ايديكم. ويلا فرحوني باللايكات بتاعتكم، وقولوا لي رأيكم في طريقتي في البط، وهل انتوا بتعملوا نفس الطريقة ولا لأ، عشان كلنا